السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء في زوايا، بين الصمت والبوح وبين الإنسان ونفسه. نفتح هذه الليلة زوايا جديدة مع الشاعر أسامة الرضي. حياك الله أستاذ أسامة. الله يحييك ويسلمك، وسعيد جدا بهذا المساء أن أكون برفقتك. أستاذ أسامة، أولا نورت زوايا، نورا بأهلها. جميل جدا في قصائدك، شاعر فذ وشرفتنا في زوايا. سؤالي الأول أستاذ أسامة، متى بدأت كتابة الشعر؟ والله البداية ليست بالمدى الطويل، الكتابة البداية الفصحى بالضبط ليست بالمدى الطويل، ولكني كانت البداية ربما في الثالث المتوسط، عندما كنت مندمجا مع البيئة الشعبية آنذاك يعني، والحياة القبلية مليئة بالشعر النبطي، وكنت أتأثر وأتحسس عند سماع قصيدة وكأنني أريد أن شعور ما داخلي يشدني لكي أحاول أن أقول نفس هذا الكلام. وكانت بدايتي من الصف التاسع تقريبا مع الشعر النبطي، وبداية بسيطة كعادتي أول مبتدئ، ثم بعدها الانتقالة الثانية التي كانت من الفصحى، التي كانت من النبطية إلى الفصحى، فهي عندما دخلت الثانوية بالضبط تقريبا، حينما درسنا المدارس الشعرية الكلاسيكية والرومانسية والواقعية ومدرسة المهجر وما إلى ذلك. فتحسست أو إن صحت أو أن اندمجت مع هذا العالم الجديد، وشعرت بأنه قريب مني جدا. وحين عندما كنا أيضا نقرأ حياة الشعراء وسيرهم وكثير من هذه الأحداث التي كانت تؤثر علي وتشدني لكي أحاول أن أكون جزءا من هذا العالم الفصيح. وحينها حاولت، وكانت بدايتي من ذلك الوقت ربما من 5 سنوات أو 4، البدايات الفصحى الصحيحة يعني. من خلال بحثي حول شعر أسامة الرضي ما وجدت قصائد نبطية، بل وجدت ارتباطك القوي بالفصحى رغم قلة من يكتبون به. طبعا قصائدي النبطية هي قديمة جدا، وعلى قناة يوتيوب بعض منها لم أحذفها لكي أتذكر البدايات، ويعلم كل شاعر بأن كل بدايته لم تكن إلا مجرد حبر على ورق. أما بالنسبة للفصحى، اخترت الفصحى لأن الفصحى عالم أوسع بكثير جدا، ولا يعترف بالحدود الضيقة أو الحواجز أبدا، لأنه عالم مليء بالتغيرات، ويعطي الشخص مساحة أكبر للتعبير. أكثر صحيح شمولية في الوطن العربي. بالضبط، وكذلك صحيح أن الشعر النبطي الشعر جميل، ولكنه يظل ابن بيئته وأسير للمكان الذي هو أما الفصحى فهو يتشعب، وهو كجواز السفر لا يحتاج إلى أي أختام. مثلا ممكن أن يكون قارئ في أقصى المغرب يشعر بقصيدة مغترب كتبها في أقصى الأرض. لهذا العالم الفصحى عالم واسع جدا ولا يعترف بأي حدود. جميل جدا. في قصائدك دائما شعور أنك تكتب من مكان صادق جدا. هل الشعر عندك اعتراف أم محاولة لفهم ما يدور داخلك؟ الشعر يا صديقي لابد أن يأتي، كما قلت، لابد أن يأتي من زاوية حساسة وصادقة جدا. ولهذا في التراث العربي لدينا يقال أن وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقة. الشعر هو حالة بحث وانتماء إلى عالم متخيل لم نستطع إدراكه في الواقع الضيق والحيز الذي نحن فيه، ولهذا نحن نبحث عن هذا الشيء في الشعر، ونجد عوالمنا ونجد ذواتنا المتفرقة في هذا العالم. جميل جدا. يقول أسامة الرضي: وظل يركض في بحر المجاز فتى أضاع في فهرس الغربات قصته، وما امتطى الأفق خيلا كي يرى قمرا إلا وضاق الفضاء فيه وأفلته. رائع القصيدة هذه، من قصيدة نبوءة واغتراب. نعم. ما قصة هذه القصيدة؟ والله يا عزيزي، هذه أعتقد أنها CV أو سيرة ذاتية تتحدث
عن كل مغترب وعن كل شخص نفي عن بلاده وألجأته الظروف لكي يبحث عن يطارد لقمة العيش بعيدا عن الأشياء غير تلك الأشياء التي كان يتطلع إليها والأماني والأحلام الكبيرة. ولهذا هي عتاب وبحث عن هوية وعن ذات وعن أحلام وعن طموحات وعن أشياء لا يستطيع أن يعطيها لنا الواقع، إنما نستردها من القصيدة. هل كنت عاتب شخص معين؟ ليس هناك عتاب لشخص، للجميع. هناك عتاب ذاتي وعتاب للوطن وعتاب للجغرافيا وعتاب للحدود وعتاب للأحلام البعيدة وعتاب لكل شيء. ربما هي حالة انتفاضة لنقل. جميل، اسمعنا هذه القصيدة. بكل سرور. في مطلع الفجر ألقى الوحي صفحته إلى صبي قضى في الشك عزلته. يسيل هذا الفتى من عينه لغة فصحى، ملامحه تبدي فحولته. وفي بلاد الحيارى سار دون خطى، مسافرا ظلت الآلام وجهته. وظل يركض في بحر المجاز فتى، أضاع في فهرس الغربات قصته. وما امتطى الأفق خيلا كي يرى قمرا، إلا وضاق الفضا فيه وأفلته. مضى يرمم أحلاما محطمة، وسار من قبل أن ينهي طفولته. مضى بحزن غريب لم يجد وطنا ليحتويه ولا كفا ليربته. مضى بغير حنان أوهى امرأة تسقي بتحنانها الفياض بسمته. مضى وحيدا بلا روح تدلله، فلم يجد بعد يا من فا حبيبته. ومثل كل تعيس في البلاد مضى يجر قسرا إلى المجهول خطوته. يحتاج داخل منفاه لملتزم وألف مستند يبدي هويته. وكان من قبل ذا في أرضه ملكا، وشاعرا بارك المولى قصيدته. كأنه في فم النسيان أغنية مرت على حلمه الباكي لتسكته. وبحره قاتم طارت نوارسه، وأوشك الماء أن يغتال زرقته. مضى نبيا ويبغي الله معجزة، وربما في غد يلقى نبوته. مشى وميضا إلى الكوخ الحزين، وقد ألقى إلى فجوة الديجور شمعته. وهكذا دربه لا ينتهي أبدا، مشى كثيرا ولم يبدأ مسيرته. جميلة جدا هذه القصيدة. شكرا لك. صح لسانك يا أستاذ أسامة. صح الله بدك. أستاذ أسامة، جمالية الصورة الشعرية كيف تخلق في ذهن الشاعر؟ تخلق الصورة من كثير من الأشياء. أحيانا قد يتقمصها الشاعر أو يقتنصها من موقف يومي، وقد يقتنصها من واقع متخيل من عالم متخيل، أو يقتنصها من فكرة تنشأ كبرعم صغير ثم تتكون إلى ثمرة كبيرة. الشاعر يحاول أن يعيش في حالة حدس. يجب أن يكون في حالة متأهبة لالتقاط الأشياء من ملكوتها، سواء كانت من عند الذرة أو إلى الفضاء الرحب. جميل جدا. هل الشاعر الحقيقي يولد من الجمال أم من الخسارات؟ أعتقد أن الترف لا يولد إبداعا، بينما المعاناة والحزن الحقيقي هو الذي يولد الإبداع والفن. لهذا لا تتفجر بوجهة نظري، لا تتفجر الموهبة الحقة إلا من مأساة. ولهذا قد قيل في التراث العربي وجد: وإن أصدق بيت أنت قائله، بيت يقال إذا أنشدته صدق. لهذا الشعر
ال- المأساة والحزن لا يحتاج إلى تزوير ولا إلى تلفيق ولا إلى صور جديدة، بل هو صرخة ومخاض تعيش في حالة يعيشه الشاعر لكي يولد هذه القصيدة المأساوية التي لا يعرف المتلقي أو القارئ ال- المأساة، أو لا يعرف حجم ماذا، المعاناة. لا يعرف نعم حجم المعاناة، ولا يعرف ماذا كيف نشأت هذه القصيدة. ربما هناك مخاضات كبيرة لكي يصل إليها هذا الشاعر. جميل جدا. يقول أسامة الرضي: لا وجهة لخيالي فالحروف سدى، سدى ومعبر البوح مقفول فوا عتبي عتبي، مآتما أعبر المعنى كأن فمي. كأن دمي، كأن فمي جنازة ومجازاتي من الخشب. صورة شعرية جميلة التقطها من قصيدة نشيدة الخلود. سبب كتابة هذه القصيدة؟ هذه القصيدة هي حاولت أن أرثي الصديق الشاعر الكبير ياسين البكالي رحمه الله. هو شاعر كبير ترك لنا إرثا كبيرا وخالدا، وما زاد مأساتي على هذا الشاعر أنه لم ينل ولو جزءا بسيطا من حقه. حاله كحال كثير من الشعراء اليمنيين الذين لم ينلوا حقهم، وكذلك لم يصل إلى مستوى من الوصول والشهرة إلا بعد موته. لهذا تذكرت مقولة دوستويفسكي بجملة ما يقول: نحن لا نعطي للأشياء، لا نعطي للأشخاص أهمية ومحبة كبيرة إلا عندما يدخلون إلى المقابر. وهذه القصيدة هي كانت محاولة درثاء هذا الشاعر الكبير رحمه الله. وأنا أعتقد وأؤمن جدا أن الشعراء لا يموتون، وإنما يذهبون إلى صفحات الخلود. جميل جدا. ماذا قال في هذه القصيدة أسامة الرضي؟ طبعا مقدمة قبل أن ذكرت عين اليمنى، عين الشاعر اليمنى، وهو لم يكن يرى بها طبعا، لهذا أنا ذكرتها في قبل النهاية. القصيدة تقول: آويت سطرك طفلا فاقد اللعب، كمن يفتش بين النخل عن رطب، حزني يواسي يتامى الموت، أخيلتي تنعى جثامين من مروا على سحبي، لا وجهة لخيالي فالحروف سدى، ومعبر البوح مقفول فوا عتبي، مآتما أعبر المعنى كأن فمي جنازة ومجازاتي من الخشب، الفقد خطوتي الأولى تسير على ملح التعازي جرحا ثائر الغضب، وغصتي في حلوق التيه حائرة تحصي خسارات أيامي على كثبي، حاولت تأجيل صمتي أنتين، وإذ بالحظ رتب لي عمرا من الصخب، سكبت صوت انكساراتي بحنجرة المعنى، ففاضت جراح الشعر والأدب، وسرت مثل غريب لا بلاد له سوى المراثي تناديني بصوت صبي، ولم أزل قطرة ظمأ مسافرة في عمق معناك لا ترسو على القرب، يا نغمة عزفتها الريح فانتصبت لها السماء تحييها مع الشهب، ودهشة خطها التاريخ قال لها كوني فكانت نشيد الخلد للحقب، سافرت في وتر الأيام أغنية من الدموع بدت في عين مغترب، تعلم الناي منك اللحن حين عزفت أنة مذ كان في القصب، سقيت من حكمة الأوراق أزمنة مريضة وفطمت الحبر بالكتب، وكان معناك خمرا لا شبيه له، خمرا من الشهر لا خمرا من العنب، ونحن كنا غبارا فوق رفك لم ندرك بأننا على رف من الذهب، تيتمت بعدك الأشعار كنت لها أما حنونا وصدرا دافئا
كأبي، ودثرتك أيادي الضاد حين نفتك أمك البلد الحزنى بلا سبب. سكنت بيت قصيد كان منزلك الأسمى، وعشت به عمرا من النصب. ودثرتك أيادي الضاد حين نفتك أمك البلد الحزنى بلا سبب. عبرت تاريخ أوجاع الحياة على سطر جريح من الفصحى بلا كذب. وحين واسيت من ناموا على وجع بدا لمن قرأوا عينيك حزن نبي. لمحت في عينك اليمنى ملائكة تبكي، وأزمنة شاخت من التعب. عين تدلت على جدرانها مدن من الدخان، وأشباح على الهدب. صلى بمحرابها شيخ الأسى فغدت أخت الحيارى وأم الشاعر العربي. يا والد الشعر، أرواح الجميع هنا غابت، وروحك فينا قط لم تغب. ضاقت لغاتي فلا أستطيع معرفة، فقدت ياسين أم أني فقدت أبي. صح لسانك أستاذي أسامة، صح بديك. قصيدة جميلة. شكرا لك. أستاذي أسامة، أجمل ما رأيت في شعر أسامة الرضي أنها تلامس كل من قرأها أو سمعها. هل تتعمد نبش الألم؟ أنا أحاول أن أكتب من زاوية قريبة جدا من حياة الناس، لأنني أولا واحد من هؤلاء الناس، والشعر يجب أن يكون، والشاعر هو مجرد جسر يصل بين القصيدة، بين النص والقارئ، لكي، أو هو عبارة عن مترجم أيضا، لكي يصل هذا الجسر بين هذين العالمين الذي هو القارئ والقصيدة. ويجب أن يكون أيضا جزء، أن يكون هذا الشعر جزء لا يتجزأ من حياة هؤلاء الناس، لكي يعيشوا حالة واقعية مع الذي يتلقون. جميل جدا. هل القصيدة تأتيك كفكرة أم كحالة شعورية تفرض نفسها عليك؟ ليس هناك إجابة موحدة لكي نتوصل إلى اختيار واحد، ولكن القصيدة هي عبارة عن حالة اضطراب، قد تكون فكرة وقد تكون حالة شعورية، وهو عبارة عن مزيج بينهما. لأن الفكرة هي التي تتولد من المواقف أو من موضوع معين أو من قصة، والحالة الشعورية هي الروح التي تكون ضمن هذه القصيدة لكي تعطيها إحساسا وروحا ومشاعرا، لكي تحلق بروح يعيش معها القارئ والمتلقي. وجدت كثيرا في قصائد أسامة الرضي أنك تتحدث عن العزلة الداخلية، سؤال الهوية والذات، الحب بصوره الهادئة، معاناة مستمرة. ما سبب هذه المعاناة؟ أولا الشاعر بحد ذاته يعيش حالة قلق واضطراب وجودي، والشعر أيضا هي مرحلة بحث مستمرة عن الذات. لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى ذاته إلا في هذا القلق وفي هذه الرحلة المستمرة. لهذا القصيدة هي الملاذ أو العالم الأوسع الذي نجد فيه ذواتنا، ولا يمكن للإنسان أو للشاعر أن يصل إلى حالة سكون، لأن في حالة سكون هنا قد ينطفئ فيها ربما. أما حالة الاضطراب والقلق هي التي تولد هذه المشاعر وتولد هذه التضادات وتولد هذه الأفكار المحسوسة من اللاشيء ومن الشيء من الشيء ومن اللاشيء. جميل جدا أستاذي أسامة. قصيدة انتشرت على مستوى الوطن العربي للشاعر أسامة الرضي، يقول من بين أبياتها: سؤال كشر الأنياب نحوي، ويسألني بعنف من أنايا، أيسأل من أنا وأنا سؤال تذيله القنابل والشظايا. ما سبب شهرة قصيدة من أنا للشاعر أسامة؟ ربما السبب الأول هي الحالة الشعورية الصادقة التي تنضح من هذه الأبيات. المتلقي العربي هو يعيش كأن هناك فجوة، يحاول أن
يردمها. فجاءت القصيدة تصف الحالة الشعورية التي يعيشها الوطن العربي أو الناس جميعا. ولهذا القصيدة بشكل عام ليس بالضرورة أن تكون فنيتها كبيرة، ولكن هي أن تتقمص حياة الناس وتعيش، والشاعر أن يتقمص حياة الناس ويلتقط الفكرة التي يعيشها هؤلاء الناس ويحولها إلى مشاعر وإلى قصيدة لكي تصل إلى أعمق نقطة من الإحساس الذي يعيشه القارئ معها. وبهذا يكون ربما شهرتها لهذا السبب، الصدق الفني الذي يعيش بها. جميل، هل نسمع هذه القصيدة؟ بكل السرور. من أنا؟ خيال الليل يسكن في رؤايا، وخيل الصمت تصل في دجايا. صراخ الآه يصخب في فؤادي، وكل الحزن يخلق من أسايا. سؤال كشر الأنياب نحوي، ويسألني بعنف من أنايا. يعاتبني ويضنيني بماذا، ويسأل من أنا ولما عنايا. يحاول مقتلي ويريد صلبي، فأهرب نحو أحضان المرايا. أيسأل من أنا وأنا سؤال تذيله القنابل والشظايا. أنا طفل وعمري 1000 عام، وليد غدي وأسكن في صبايا. أفتش داخلي عني فأحبو إلى أمسي، ولا ألقى خطايا. أنا جفن ضناه الدمع نعيا، أنا الطوفان يعبر في حشايا. أنا الموؤود في رمس الأماني، أنا حلم تغازله المنايا. أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخلف الغيم تمطرني الحكايا. أنا وطن تؤرقه دموع، جفاف الأرض يسقى من بكايا. أنا نجم تؤرقه الليالي، أنا ركن حبيس في الزوايا. أتعرفني لتقرأ صمت بوحي، أتدرك ما تخبئه شفايا. أنا عني فقيد لم أجدني، وتحملني كما طفل يدايا. أواري داخلي أوجاع قومي، وأحمل فوق أكتافي الضحايا. خفافيش المساء تنال صبحا، وصبحي مات حزنا في مسايا. صح لسانك أستاذ أسامة، قصيدة جميلة. كل بين صمت الليل ونبض القصيدة، أيهما يولد الشعر الحقيقي؟ البوح والليل هما مترادفان، لا يمكن التخلي عن أي واحد منهما. عندما يكون النهار حالة تشتت وضوضاء وقلق وضوء، الليل هو حالة سكون يعيد ترتيب الشعور المضطرب إلى حالة سكون وتأهب لاقتناص الأفكار والسمع والإصغاء إلى الصمت وإلى همس الليل وإلى روح السكون، لكي يخرج الشاعر بصور جديدة وبمعاني خصبة وبهدوء عميق يولد الفكرة التي يبحث عنها الشاعر، ولا يمكن أن يجدها في النهار. أيضا أعتقد بأن كثير من الشعراء يكتبون القصائد في الليل، لأن الليل هو حالة سكون وعالم ينسلخ عن أي عالم آخر. جميل جدا، أنا أستمتع بأمسية لوحدي اليوم. أنت قبل الجمهور. أنت أفضل الجمهور. يقول الشاعر أسامة الرضي في قصيدة غزلية: الحب أعظم جرم في مدينتنا، إذا أتيتك أمشي الحي كاللص، لفي بخصرك يا ليلاي حول يدي لكي نوازن ميل الأرض بالرقص. صور جمالية في هذه القصيدة، ما سبب كتابتها؟ ليس هناك أسباب معينة لهذه القصيدة، لأن
أنا البيت الأول الذي قرأته أنت اقتنصته من الحياة الواقعية التي نعيشها في الحياة اليومية، والمتكرر هذا الحدث، لأن الحب كأن المحب مثل اللص يأتي إلى المحبوب، ولو كانت هذه صورة خيالية فهي لا تتجزأ من الواقع، وكأن الحب أيضا تهمة بحد ذاته. القصيدة اسمها رقصة نواسية أو نواسية. نعم. هل نسمع هذه القصيدة؟ بكل سرور. رقصة نواسية. أحصي انتصارات أقواسي، وكم أحصي، فكيف ليلى أجادت عينها قنصي. من 40 شبيها كنت واحدة، أنت الشخوص جمعت الكل في شخصي. فككت أزرار عمري وارتميت على خواتم الروح من فص إلى فص. ملامحي لافتات، خطوتي سفر، تجوب منفاي للا شيء تستقصي. ليلى وفرت من النايات أغنية، تحررت باسمها من عقدة النقص. قسمت بحري أمواجا مسالمة، لتتقني في غرامي لعبة الغوص. الحب أعظم جرم في مدينتنا، إذا أتيتك أمشي الحي كاللص. لفي بخصرك يا ليلاي حول يدي، لكي نوازن ميل الأرض بالرقص. يا أنت يا قصة عظمى، مخيلتي أمام حسنك لا تقوى على القص. ما الحب إلا جنون خلفه امرأة، وشاعر في خلاف العشق لا يعصي. صدري كمان وفيه أنت أغنية، رصي لحونك في أوتاره رصي. أنا وأنت نواسيان قد سكرا مع الخيال، وذاقا رعشة النص. جميل جدا، صح لسانك. لماذا اخترت أبو نواس؟ أبو نواس لأنه كان شاعر الغزل، وأعتقد أنه أبدع كثيرا في الغزل. أيضا ارتبط باسم شاعر الخمريات، وأنا أتيت هنا بالخمر، ولكن كان خمرا حلالا غير خمر أبي نواس، فقد خمرا متخيلا وليس له أي واقع. جميل جدا. هل تشعر أحيانا القصيدة تقول ما لا يستطيع الإنسان البوح به؟ أعتقد أتفق مع هذا تماما. فالقصيدة لها شفاه غير الشفاه التي نتكلم بها، ولها لغة تفسر الأشياء التي لا نستطيع أن نبوحها أو أن نقولها بالكلام العادي أو بالمواقف اليومية المتكررة، ولكنها تترجم الصمت وتعيد تشكيل الكلمات والمواقف إلى عالم، وتعيد تشكيل الكلمات إلى أحاسيس، وتعطيها أجنحة لكي يخرج هذا الجمال الفائق، وتعطيها أجنحة لكي تخرج قصيدة. الأجمل في قصائد أسامة الرضي أنها تمزج الواقع بالخيال، وترسم صور شعرية جميلة جدا. هل الشعر حقيقة أم حلم مستيقظ؟ الشعر ليس له مسمى واحد، ولا يمكن أن نحصره في عالم سواء حقيقة أو خيال. أنا عني عن نفسي مثلا، أنا لا أكتب من واقع فوتوغرافي بحت لكي يأتي بصورة بسيطة وعادية، ولا أكتب من خيال هلامي إن صح التعبير لكي حتى تخرج قصيدة بعيدة عن وجدان الناس والقارئ، ولكنني أحاول أن أمزج بين هذين العالمين، وأن أخرج منهما روحا جديدة. وأيضا أعتقد أن وأنا أرى أن الواقع بالخيال علاقتهما كالروح والجسد، لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر.
جميل جدا أستاذي أسامة. يقول أسامة الرضي في أحد أبياته: ليل وثم مواعيد مؤجلة على الشبابيك والها لم تجد أفقا، صوت شقي على أبواب أسئلتي، كالطفل مر وولى بعد أن طرق. تركيبة هذا البيت جميلة جدا، استوقفتني كثيرا. ما سبب كتابة هذه القصيدة؟ وهذه أول مرة ربما أصرح عن كتابة هذه القصيدة أو غيرها، ولكن كان لهذه القصيدة موقف وقصة حصلت معي. من عنوانها موعد نائم، هو أن أحدهم وعدني بشيء ربما كعمل مثلا، لنقل كذلك بدون ذكر مسميات أو أحداث، وعد زائف، ربما مواعيد عرقوب. فأنا تأملت قليلا مع أنني لا أعطي أي شيء أملا حتى يأتي هذا الشيء، ولكن كان مجرد يعني تفكير جميل إلى ما وراء، إلى ما بعد وبعد نظر. فكانت مواعد فكان موعدا نائما، لهذا سميت القصيدة بهذا العنوان. وأعتقد أن المكسب الحقيقي للشاعر هو أن يخرج بقصيدة، وكانت مكسبا كبيرا بالنسبة لي. جميل جدا. هل نسمع هذه القصيدة؟ كل السرور. موعد نائم. في زورق التيه بحري أدمن الغرق، وشاردا كان جفني ضيع الحدقة. ليل وثم مواعيد مؤجلة على الشبابيك والها لم تجد أفقا، صوت شقي على أبواب أسئلتي، كالطفل مر وولى بعد أن طرقا. صوت شقي على أبواب أسئلتي كالطفل مر وولى بعد أن طرقا. ملامحي قرية مهجورة، عمري شمع يذوب ودهري خيطه احترقا. لا خضر لا ماء لا موسى، هنا شبح لكل سفني بلا كفين قد خرقا. وليس إلا مساءات مكثفة ألقت عصاها على جفنين فانفلقا. أصخرة أنا مالي لا أرى جهتي، أصخرة أنا مالي لا أرى جهتي، إلا زمانا عليه المجد قد بصقا. يسرح الموج أفكاري بشاطئه، والبحر ما البحر في عيني قد غرقا. وجهي يفسر للمرآة صورته، وظل ظلي بضوء باهت علقا. رسائلي في بريد الوقت مرهقة، تريد جنحي عقاب ملت الورقا. في بئر برهوت أسمائي معلقة بكل ركن، تنادي جنها مزقا. تمضي بخارطة التأويل خارطتي على أنامل حجزي، تحضن الألقا. في حانة الليل والموال يسكب لي حينا شرودا، وحينا يسكب القلقا. يا صاحب الحظ والإبداع، قيل هما ضدان ما اجتمعا إلا ليفترقا. والفن والمشتهى زوجان من وجع، تداخلا لوحة في الجرح والتصقا. سهيل قد له ثقب بنافذة للضوء، لكنه سرعان من غلقا. ليل وذاكرة قالت لمن خدشوا زجاجها، فلتسيروا أنتم الطلقا. جميل جدا، صح لسانك. صح بدين. جميل جدا أستاذي أسامة. في قصائدك إحساس أنك تراقب الإنسان من الداخل. هل الشعر أو الكتابة عندك نوع من التأمل؟ الكتابة بحد ذاتها، النص بحد ذاته عبارة عن مشهد وعالم متخيل يتقمص الشاعر
كأنه مصور يبحث عن نسمة جميلة ليستمع إليها، وعن زهرة صامتة يستمع إلى بوحها، وعن لون معين يخرج منه لوحة بديعة. لهذا هي عبارة عن عالم متخيل، القصيدة عبارة عن عالم متخيل يعيش فيه هذا الشاعر ليخرج بشيء بديع وجميل. جميل جدا. يقول أسامة الرضي في أجمل قصائدي: لم يشتكي من بعدنا عشق ولم تبكي على أطلالنا حسناء، هيا لنرحل فالرحيل ولادة للأمنيات وجنة خضراء. دعنا نختم بجمال بوحك في قصيدة غرباء. وقبل أن نسمع القصيدة، ما هو سبب كتابة قصيدة غرباء؟ من عنوانها أننا نحن غرباء في هذه الحياة بشكل عام، وبما أننا غرباء نحاول أن نضع هوية وتعريف لهذا التيه ولهذا الانفصام الذي يعيشه الشاعر. وهذه هي قصيدة إلى كل الغرباء في هذا العالم. جميل جدا. رغم أن استوقفتني مقولة الانفصام الذي يعيشه الشاعر. هل الشاعر يعيش مرحلة انفصام في الشخصية بين الشعر والحقيقة؟ ربما ليس انفصام بالمعنى الحرفي والمعنى الدقيق، ولكنه انفصام وجداني وشعوري، وجداني بحت، لأنه ينفصل عن حقيقته إلى عالم ما ورائي متخيل. جميل جدا. هل نسمع هذه القصيدة أستاذ أسامة؟ كل سرور. غرباء نمضي أيها الغرباء، أننير أم ستعيقنا الظلماء؟ هل تحبل الألغاز من إبهامنا وغموضنا قد مله الإيماء؟ إنا ذنوب الليل يا لشقائنا، وكأننا في جوفه سجناء. نمشي بحنجرة الظلام يدلنا وحي السراب وشمعة عمياء، وعلى مناف الروح تولد غربة مقفولة وغرابة وشقاء. تتساقط الأيام فوق رؤوسنا، لا سقف يمنعها ولا أجواء. نحن اليتامى والشتات كفيلنا، للتيه نحن الأهل والأبناء. الظامئون شرابنا أحلامنا، لا ماء يروينا ونحن الماء. الناشئون ذو الألوف حياتنا، المنجبون جراحنا عذراء. الضائعون جهاتنا مثقوبة، الباهتون وجوهنا صحراء. ملقون فوق الكهف قلبا متعبا، أيضمنا المعراج والإسراء. في صمتنا لغة وألف حكاية مروية يزهو بها القراء. غرباء نطوي غربتين وعزلة وشقاوتين لأننا شعراء. يا أيها الغرباء فلتمضوا معي لمجرة الأغراب حيث نضاء. ماذا لدينا في البقاء؟ وما البقاء إلا فراغ عابث وهراء. ماذا سنخسر والوجود هنا بلا محبوبة من حزننا تستاء. لم يشتكي من بعدنا عشق ولم تبكي على أطلالنا حسناء. هيا لنرحل فالرحيل ولادة للأمنيات وجنة خضراء. نفق طويل معتم نجتازه فنرى الضياء وتولد الأضواء. والحرب منا سوف يسلب راؤها ليعيش رغدا حاؤنا والباء. صح لسانك، صح بدنك. قصيدة جميلة من شاعر جميل. شكرا لك. صح بوحك أستاذي أسامة، شاعر جزل وقصيدة جدا جميلة.
ختاما نشكر لك قبولك دعوة زوايا، أنا كما أسعد. نشكر لكم حسن متابعتكم متابعينا الأعزاء. دمتم في رعاية الله.